وهنا التخمين ليس في الحدث ولكن في الأشياء التي أدت إلى ذلك الحدث. إلى هذه اللحظة التي أحدثكم فيها الرافضة لم يقدموا مليما واحدا للإسلاميين في غزة، مليما واحدا. ما فيش ولا بطانية رافضية وصلت إلى غزة، لا يمكن. كما يقول المثل العربي: ما لي أسمع جعجعة ولا أرى طحنة. يعني سمع جعجعة ولا أرى طحنا على وزن فعل بمعنى مفعول أي مطحون. يعني هاتوا الذرة، هاتوا رد الذرة هناك، كيف الذرة يعني المهم بقى الصياح ده كله يبقى فيه ذرة وفيه طحين وفيه دقيق وفيه خبيز وفيه عيش، وعيش مش هيبقى حاف، هيبقى فيه أكل، يبقى ناكل دلوقتي. وبعدين مفيش حاجة بعد القصة دي كلها، مش سامعين حاجة ولا شفنا حاجة. زي بالضبط واحد راح عند واحد زيارة، راجل عنده بقى مزارع بط وفراخ وبتاع مش عارف ايه، جاء وقت الغد قال على الأقل يعني أقل واجب هيعمل لي ولو فرخة، يعمل فرخة. وما أكثر الذين يصنعون دجاجا هذه الأيام يعمل فرخة. أجى وقت الغداء ووقت العشاء وبات يا مسكين طاويا إلى أن أصبح. واخد بالك إزاي؟ ما جعجعة الفاضل. الرافضة يجيدون الجعجعة. يطلع الرافضة في العراق وإيران بأن فلسطين لابد من تحريرها، وأن إسرائيل لابد من ضربها، وأن صواريخنا ستطول مش عارف ايه، ولن نسكت، وسنلقنهم درسا، وسنعمل لهم مش عارف ايه. طب يا حبيب ورينا بقى، ورينا. ولا اي حاجة. يقال بان حزب حسن الموجود في جنوب لبنان عنده 60,000 صاروخ، 60,000 صاروخ. إلى هذه اللحظة ما فيش حتى ولا صاروخ بومب ضرب، ولا صاروخ بومب حتى، ما فيش أي حاجة. إيران وعدت الإسلاميين في غزة أنها ستضخ لهم عدة ملايين من الدولارات، يدفعوا المرتبات ويدوروها في صناعاتهم الصغيرة بحيث يحصل فيه هناك استقرار. إلى هذه اللحظة ولا دولار وصل إلى هؤلاء القوم، إلا شوية الدولارات اللي هم جمعوها من دول الخليج ودخلوها خلسة وخفية. ما وراء ذلك ما فيش ولا دولار شيعي رافضي دخل إلى هؤلاء المسلمين السنة. إذن نحن أمام مفترق طرق، نحن أمام مفترق طرق. الرافضة يجعجعون ويهولون، ومن شدة جعجعتهم يصدقهم الناس. دايما الناس بتصدق أصحاب الايه؟ الصوت العالي. لو واحد كده هادي كده والتاني قاعد يجعجع وانت اللي عملت وسويت، الناس هتصدق مين؟ الراجل ساكت ولا قاعد يجعجع؟ او اللي جعجع وده صوته عالي، وحد يقول لك ايه؟ خدوهم بالصوت. فبالفعل اصحاب الرافضه ياخذون الناس بصوتهم العالي، عندهم ملايين ومليارات واجهزه اعلاميه، ولهم كوادر موجوده في معظم البلاد، وعندهم اخلاص كبير جدا لقضيتهم، فصوتهم عالي. وهناك تداخلات في المصالح بين الرافضة وبين اليهود وبين الصليبيين، تداخلات في المصالح، لأن الرافضة منافقون. قال الله: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. إذن إخوان الرافضة من اليهود، وهذا الكلام صرح به شارون. شارون قال الكلام، قال إن الشيعة ليسوا عدوا لإسرائيل في جنوب لبنان. وبالفعل من ساعة ما تولوا المسؤولية الأمنية في جنوب لبنان لم يحدث حادث واحد ضد إسرائيل من لبنان، ولا حادث، ولا حادث. يعني قاموا بالمسؤولية على خير قيام. إذن الرافضة تدخلت مصالحهم مع المجرمين اليهود، فأغروا المسلمين في حماس أنهم سيساعدونه ويمدونه ويعطونهم، ولكن ما عليكم إلا أن تضربوا صواريخكم تجاه إسرائيل.
وقد كان ضربت حماس ما يقرب 60-70 صاروخ. الصاروخ ده مداه ايه يعني؟ 2-3 كيلو. طب والصاروخ ده قوته التفجيريه ايه؟ كيلو ونص. حاجه ثالثه، معظم من الصواريخ بتنفجر في الهواء قبل ما توصل للهدف. يعني ايه؟ بتعمل فرقيعه قبل ما تعمل اي حاجه، فرقعه. الله. طبعا إسرائيل أخذتها حجة بقى، طالما إن أنتوا بتصعدوا المواجهة العسكرية وأنتوا بتسمعوش كلام المسؤولين اللي زيكم المصريين يتهدوا المسائل، يبقى احنا لابد أن نقضي على حماس. يقولوا لها ادخلكم في عرضكم، هدم أو لا مش مهديين. إذا لابد من تحمل المسؤولية ولو معنويا. افهم أصل المسألة واعرف إن سبب أساسي من هذه المشكلة هم الرافضة. سبب أساسي اللي أغراهم بضرب الصواريخ على إسرائيل هم الرافضة. أغروهم، مالكوش دعوة، احنا صواريخنا في جنوب لبنان وإسرائيل لو ضربتكم هنمطر إسرائيل بالصواريخ، مش هنسكت، والخزينة بتاعتنا مفتوح. صدقوهم، حقيقة صدقوه، وهذا التخمين أقرب إلى الحقيقة. وبعدين كما يقولون رمتني بدائها وانسلت. فالرافضة هم مسؤولون مسؤولية مباشرة عن هذه الأزمة التي يعيشها إخواننا في قطاع غزة. إذن الذي أريد أن أقوله أن الذي حدث هو نكاية رافضية بديار الإسلام لإحراج المسلمين السنة في كل مكان، لا سيما هنا في مصر، لا سيما هنا في مصر.